السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، هي الكريب بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص. يعني بصوا، بشوية دقيق ومية كده هتقدروا تعملوا الجمال اللي انتوا شايفينه ده، من غير بقى ولا بيض ولا حليب ولا اي حاجة من دي خالص، وهيطلع معانا طري جدا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا على طول بقى نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب معايا كده كوز الخلاط وهحط فيه 3 كوبايات ونص من المية. بعد كده هنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق، ولازم كده المية هي اللي تكون تحت والدقيق يكون فوق علشان الدقيق ما يلزقش معانا كده في كوز الخلاط. المقدار ده هيعمل معانا كمية كبيرة جدا، يعني حوالي 15 واحدة كده من الكريب. لو انتوا عايزين اقل من كده اقسموا المقدار. بعد ما حطينا الدقيق كده هنزل عندي بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر، هاخدهم واضربهم كويس جدا في الخلاط. بعد ما ضربتهم شوية كده لازم تنزلي الجوانب بتاعة الكوز كده، علشان ساعات بيبقى ماسك فيها دقيق، فلازم ننزلها كويس كده. وبعد كده بنرجع نضرب الخليط ده تاني. هاخده بقى كده واكمل ضرب، اضربه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم معايا خالص، واتاكد ان هو مفيهوش اي تكتلات. هوريكم بقى القوام بتاعه، لازم يكون خفيف خالص زي ما انتوا شايفين كده، يعني بيكون اخف كده من عجينة القطايف. لو لقيتوا القوام بتاعه تخين كده ارجعوا زودوا شوية مية وارجعوا اضربوه تاني شوية لحد ما يبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده كده، لان لو بقى تخين معاكوا هتطلع معاكوا الكرباية تخينة قوي وهتحسوها معجنة كده. تعالوا بينا بقى كده على النار على طول. جبت طاسة وسخنتها كده على النار، والنار تحتها هادية، وهبدأ احط شوية واحرك بالشكل ده الطاسة لحد ما اوزع كل العجينة في الطاسة كده، علشان ما تطلعش معاكوا تخينة كده وتتوزع في الطاسة كلها. بعد ما وزعتها كده بروح معلية بقى النار واسيبها على نار عالية. تلاقي الحروف بتاعتها فصلت كده، هروح شايلها وقلبها على الجنب التاني، ما بتكونش لازقة ولا اي حاجة. بالشكل ده كده حطيت واحدة تانية، حطيت شوية من الخليط ده ووزعته كويس جدا. اهم حاجة ديكو تكون سريعة علشان الخليط ده بينشف بسرعة جدا، ما يتكومش معاكو في مكان واحد كده ويطلع معاكو تخين. شايفين؟ خلي ايديكي سريعة وحركي بسرعة كده الطاسة. شايفين وشه بينشف بسرعة ازاي؟ هستنى اما الحروف دي تفصل كده، وبعد كده بروح قلبها على الجنب التاني ده كله والنار عالية معايا. بطلعه بقى كده على فوطة، ما بتحطهمش فوق بعض علشان ما يلزقوش من السخونية والبخار اللي بيطلع منهم. بسيبهم كده لحد ما يبردوا معايا، وبعد كده بتحطهم فوق بعض، مش هيجرى اي حاجة. زي ما انتوا شايفين خلصت كل الكمية اللي عندي. طلعت لي كمية حلوة جدا، حوالي 15 واحدة من الكريب كده، كلهم طالعين حلوين جدا وطريين جدا بالشكل ده. الفيديو الجاي بقى هنعمل بالكريب ده وصفة حلوة جدا هتنفع معاكم كمان في العزومات، بجد هتعجبكم جدا. استنوني الفيديو الجاي علشان تشوفوا انا هعمل بالكريب ده ايه. ما حبيتش اخلي كله فيديو واحد علشان ما طولش عليكم الفيديو، علشان اللي عايز وصفة الكريب لوحدها يلاقيها كده لوحدها من غير الفيديو ما يكون طويل. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.